الزمالك، عشان احنا كنا بنتكلم على الاهلي والزمالك قبل النهارده او في الاسبوع اللي فات، ان فرص الزمالك هي الاسهل. على الاقل كان الزمالك فرصته بايده، لكن الاهلي فرصته بايد الغير. يعني حتى لو كسب القطن فمستني مباراه الهلال وصن داونز. الحقيقه خلاص يعني الامور بقت بايد الاهلي دلوقتي في ملعبه. الزمالك وماتشه برده كان امبارح، نتكلم ماتش كان الساعه 6 ماتش الساعه 9، فوز الاهلي بنتيجه كبيره على القطن، ثم خساره الزمالك 2-0 من شباب بلوزداد. والحقيقه اما نيجي نبص ما ينقص نادي الزمالك ايه؟ فريق كسبك هنا على ارضك 1-0، كسبك على ارضك، يبقى انت باسمك الكبير وانت كلاعب في نادي كبير لازم يبقى فيه شويه اصرار كده، شويه احساس بجمهورك، احساس بناديك، انك تنزل هناك برضه ترد الهزيمه دي بهزيمه تانية عنده هو، تكسبه على ارضه، تكسبه على ارضه، على الاقل يبقى فيه يعني نقول هجمات شكل مختلف. لكن في الحقيقه احنا ما شفناش بالنسبه للاعيبه نادي الزمالك اي شكل مختلف او اداء يقول ان نادي الزمالك او فريق نادي الزمالك ولاعيبه نادي الزمالك عايزه تكسب، الا كوره وحيده فقط، وهي كوره سيف الدين الجزيري. وهو الراجل يعني ما شاء الله يعني استاذ دلوقتي في تضييع الفرص في بعض الاوقات. هي بعد ما اخذ الكوره ودخل وسط اتنين واخدها زي الوحش بيحطها في ايد الجول. كوره في ماتش زي ده لازم تستغل الفرصه، تردت عليك بهدفين بعد كده. ايه اللي راح بيها نادي الزمالك؟ فريق عايز يكسب لانه ما قداموش غير المكسب، ما راحش غير بالكوره دي، وهي كوره بالصدفه نتيجه مجهود فردي من سيف الدين الجزيري. الشكل الفني وانك بتوصل لمرمى شباب بلوزداد مش موجود خالص، مش موجود خالص. مفيش اي جمل تقدر تقول ان نادي الزمالك بيطلع بالكوره سواء من اليمين او الشمال او من العمق عشان يخترق دفاعات شباب بلوزداد. هل شباب بلوزداد افضل من نادي الزمالك كلاعبين 11 ضد 11؟ هل نادي شباب بلوزداد تاريخه زي تاريخ نادي الزمالك في بطوله افريقيا؟ حتى نادي الزمالك واخد خمس بطولات في بطوله افريقيا، وبالتالي هم كانوا اكثر رجوله في الملعب، اكثر اصرار في الملعب، اكثر ثقه بنفسهم، بالاضافه طبعا لجماهيرهم اللي كانت واقفه معاهم. هنا فريرر حتى الان وده يعني علامه استفهام ان الراجل مكمل. يعني خرج امبارح وفي تصريحات ان هو من خلاله طبعا ان انا هريح اللعيبه وببص للي جاي ايه اللي هيحصل. كان في كلام ان الراجل هيمشي، لكن القرار حتى الان ما اتخذش من اداره نادي الزمالك اللي عندها اجتماع بكره عشان تناقش ايه اسباب الهزيمه. اسباب الهزيمه يعني واضحه، لاعبين بلا روح، بلا اصرار، مدير فني مش فاهم الوضع الحالي اللي هو فيه ولا وضع فريقه ولا عارف بقى امكانيات لعيبته عامله ازاي في الوقت الحالي. وبالتالي ده الشكل العام لفريق نادي الزمالك اللي ولا طال دوري ابطال ووضعه في الدوري الممتاز بعيد خالص، خرج من كاس مصر، ما عندوش اي بطوله خالص ممكن يكون بينافس فيها. دوري ممتاز ممكن يعني ممكن على حسب الحاله، لكن هل حاله نادي الزمالك والحاله النفسيه اللي هيبقى فيها لعيبه نادي الزمالك والفريق انها ممكن ترجع تاني عشان يخش منافسه الدوري الممتاز بقوه عشان يوصل ان هو ينافس النادي الاهلي في بطوله سوبر انا عارف في شهر 5 وفي البطوله العربيه، لكن برضه مش دي البطولات اللي ممكن نادي الزمالك بيبحث عنها. مش دي البطولات، يعني بطل الدوري مرتين، وكان على فكره نادي الزمالك لغايه اول السنه كان منافس للنادي الاهلي على تصدر الدوري. مره واحده الامور اختلفت وانهيار غريب جدا جدا. انا مش عارف اقول ايه الاسباب بالنسبه للاعبين ان هم بقوا مختلفين بالشكل ده، ادائهم مختلف بالشكل ده. ايه الاسباب؟ ايه وضعهم ايه؟ هل الفرق حفظت نادي الزمالك؟ هل اللاعبين في الفرق الاخرى حفظوا لاعبي نادي الزمالك فعارفين بيتعاملوا ازاي، بيتحركوا ازاي، بيشوطوا ازاي، بيباصوا ازاي؟ حاجه غريبه جدا بالنسبه لنادي الزمالك. وبالتالي خروج متوقع من نادي الزمالك، وخروج كنا يعني بنحاول ندي امل لنفسنا وجماهير نادي الزمالك بتدي امل لنفسها ان ممكن يحصل شيء مختلف في المباراه الخاصه بشباب بلوزداد بالامس، لكن كالعاده مفيش اصرار زي ما قلنا، مفيش روح، مفيش هدف للمباراه، انت مش عارف رايح تعمل ايه اصلا وهدفك ايه، فبالتالي بتخسر 2-0 هدفين ورا بعض بمنتهى السهوله. رجوله بس في الملعب من شباب بلوزداد هي اللي عملت كده، لكن لما نيجي نتكلم في الكوره لا،
يعني الامور ما حسمتش بالكوره كمان، حسمت بس فقط بالرجوله في الاداء من خلال فريق شباب بلوزداد.